السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة فيديو جديد وحلقة جديدة من توقعات المباريات ليوم السبت 27/4. قبل اي حاجة، الناس الجديدة اللي لسه بتتفرج علينا متنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، لان احنا بنختار 5 اشخاص عشوائيين بنشحن لهم ب100 جنيه كل يوم. بس شرط اساسي اللي انت تعمل لايك للفيديو ده وتكتب كومنت وتعمل اشتراك في القناة. وفي اخر اليوم بنعلن عن ال5 اللي هنختارهم. عشان ما اطولش عليكم، خلينا الاول ندخل في توقعات المباريات النهاردة. اول حاجة هنبدأ بالدوري الالماني. وطبعا الناس اللي لسه اول مرة تتفرج علينا، احنا بنعمل اسامي مطولة بحيث ان احنا نلم كل الماتشات. بس انت ما تعملش اسامي مطولة، انت اختار الماتشات اللي انت شايفها مناسبة من وجهة نظرك واعمل عليها توقعاتك. خلينا الاول نبدأ على طول. اول ماتش دورتموند ولايسبرج. هنقول الماتش ده هيجي فيه اكتر من هدف، يعني بلس 1.5. او لو عايز تتوقع فوز او تعادل دورتموند، برضو توقع فوز او تعادل دورتموند. يعني قدامك حل من الاتنين. يعني انا بشوف برضو ان الماتش قريب من دورتموند. الماتش التاني بايرن وفرانكفورت، هنقول فوز البايرن. الماتش التالت فيردر بريمن وأوغسبورج، هنقول الماتش ده هيجي فيه اكتر من هدف. والماتش الرابع فلوسفبورج وفرايفبورج، هنقول برضو هيجي فيه اكتر من هدف. الماتش الاخير باير ليفركوزن وشتوتجارت، هنقول فوز او تعادل الباير. اهو فوز او تعادل. باير ليفركوزن كده كده حسم الدوري، فما عندوش الدوافع انه يفوز قوي، لكن برضه هو مش عايز يخسر عشان ما ينهيش سلسلة الفوز بتاعته. ده كده بالنسبة للدوري الألماني. بعد كده هنروح للدوري الأسباني. أول ماتش جيرونا ولاس بالماس، هنقول فوز أو تعادل جيرونا. تاني ماتش الميريا وغتافي، أنا مش هتوقع حاجة على الماتش ده. والماتش التالت برضو سيلتا فيجو وأليفيس، ده برضو مش هتوقع عليه حاجة. ماتشات دي للفرق دي بتكون غير متكافئة اصلا، او بتكون ان هي مش ممكن تخلص 0-0، ممكن يجي اهداف فيها. فما فضلش ان احنا نتوقع الماتشين دول. الماتش الاخير اتلتيكو مدريد واتلتيكو بلباو، هنقول هيجي في الماتش ده اكتر من هدف ونص. يعني اكتر من جون، يعني هيجي ممكن يجي فيه جونين او اكتر. دي الماتشات اللي معانا في الدوري الاسباني. بعد كده هندخل على الدوري الانجليزي. اول ماتش معانا ليفربول وويست هام. طبعا الليفر بعد عن الدوري شوية، مش في احسن حالاته، فهنقول فرصة مزدوجة فوز او تعادل الليفر. تاني ماتش معانا هو كريستال بالاس وفولهام، هنقول هيجي اكتر من هدف. تالت ماتش مانشستر يونايتد وبيرلي. انا ما بحبش بصراحة اتوقع ماتشات على مانشستر يونايتد، لان هي دايما تغزلك. يعني مانشستر يونايتد متعرفش تتوقع عليه، فانا مش هتوقع الماتش ده. الماتش الرابع هو نيوكاسل وشيفيلد يونايتد، هنقول فوز نيوكاسل. الماتش اللي بعد كده وولفرهامبتون ولوتون، هنقول فوز او تعادل وولفرهامبتون. فرصة مزدوجة فوز او تعادل. مش عايز تعملها فوز او تعادل، عايز تعمل اكتر من هدف ونص، اعمل.
وإيفرتون وبرنتفورد هنقول برضو أكتر من هدف في المباراة. هنيجي على الدوري الفرنسي، في ماتش واحد بس لباريس سان جيرمان، ويعتبر الماتش ده مهم جدا لباريس لان لو كسبوا هيحسموا في الدوري. يبقى كده ده ماتش باريس. زي ما احنا شايفين كده، احنا كده النهارده توقعنا 13 ماتش، قسمة مطولة اهي مكونة من 13 ماتش، يعني لو حطيت 100 يبقوا 4060 تقريبا. الريت مضروب في 40، يعني 10 جنيه. لو حطيت 10 جنيه على القسيمة دي تبقى 405. بس زي ما قلت في اول الفيديو، اللي مش عايز يعمل كده كل واحد يتوقع الماتش اللي شايفه مناسب من وجهة نظره، بس احنا بنلمهم في قسيمة واحدة كده بحيث ان الناس تشوف كل الماتشات اللي احنا اخترناها. طيب رقم القسيمة اللي احنا عملناها دي، لو واحد هيعمل قسيمة مجمعة ويحط مثلا وليكن 5 جنيه او اي مبلغ تافه، بس القسيمة المجمعة دي بنسبة كبيرة بتخسر يعني. اهو ده كود القسيمة بتاعتنا اللي احنا عملناها. كده احنا خلصنا في نهاية الفيديو، واشكركم على حسن المتابعة. متنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة، ونتقابل في فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.